حبايب هذا شنو؟ اكل مال الطيور. زين ليش هيك مبلل؟ ليش انا لابس كف؟ راح افهمكم. هذا هسه احنا عندنا موسم تغيير جو، ساعة مغيمة ساعة مكشفة. هذا وياه ثوم وليمون، والثوم والليمون جبت لكم طريقة سهلة كلش، لا تتعب بنفس الوقت تحافظ على الطير، على الفورمة مالته، على النشاط مالته، شلون يحارب هذا الجو السخيف. ترى هذا الجو جدا خطر شباب، جدا خطر، خصوصا اذا عندك انت طيور قوية. الطيور الحجال الشروال القوي هذا يصرف فيتامين كلش عالي، فاي تغيير ما يتحمله. وصلت كباتن؟ عيني. هسه راح اعطيكم الطريقة شلون اشتغله. عيني. اكل الحمام لا تبخل بالثوم 8 9 على الكيلو ونص ليمونة. هذني تمردهن بهاي، تمردهن بهاي يا شباب، تمردهن بهاي. كملت مردت الثوم كله فوقها، تجيب مال الليمون تعصر فوقها. حتى شي يسوي الليمون؟ اولا مفعوله كلش قوي على التنفسية، ثانيا حتى يوزع الثوم بالتساوي على الاكل. كملت هذني اخلط وطي، شغله كلش سهله. اما الكف اللي لبسته حتى لا تصير بيدك ريحه ثوم، لان انا اموت من ريحته. عين انتبه، هذا الثوم هسه هرسناه مضبوط، تبيناه فوقها. هذا الليمون كذلك لا تبخل، هذا شوف يبين. هذا الثوم الليمون راح يوزع الثوم بالتساوي، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية بفائدة جدا مهمة للفيتامين سي اللي يشتغل على التنفسية. عاشت ليالي، طبقوها وما تخسرون. هذا بعد ما خلطناه هنا ذبينا الشيف لسبب انه هذني معالف كبار، خانات الانتاج معالفهن كبار، فندير ادير للاكل، يعني ما نلزم الاكل بيدينا. هاي اول شغله، احنا قلنا على مود الريحه فقط. شباب سويت قناه على اليوتيوب، ادعموها. هسه راح اخلي الرابط مالتها، تسوي بيها اشتراك حتى يجيك كل شيء جديد، لان اي فيديو طويل اني ما راح انشره على الفيس لانه صعب ينزل، اما باليوتيوب فسهل ينزل. بالسلامه.